الجزائرية من شلف يقدمها لكم بوجمع ماموني. استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس بالعاصمة وزراء خارجية مجموعة الأربعة لكل من الجزائر، نيجيريا، جنوب إفريقيا وإثيوبيا. تتهيأ الجزائر لتولي رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي خلال شهر أوت، وستكرس هذه الرئاسة لدفع أجندة السلم والأمن للمنظمة الإفريقية. وخلال فترة رئاستها ستعمل الجزائر مع باقي الدول الأعضاء في المجلس من أجل تناول التحديات الأمنية الحالية في القارة الإفريقية ودفع أجندة السلم والأمن للاتحاد الإفريقي. وستشهد الرئاسة الجزائرية اجتماعات مهمة تتناول الأوضاع في السودان، جنوب السودان، بالإضافة إلى جلسات موضوعاتية أخرى تتصل بالحوكمة ونظام الإنذار المبكر في شقه المتعلق بالتنسيق بين كل من الآلية الإفريقية للتقييم من قبل نظراء مركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب وآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي أفريبول. أفادت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بأن القانون المعدل بالتأمينات الاجتماعية ينص على إجراءات جديدة تسمح للأمهات العاملات الاستفادة من عطلة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 150 يوما متتالية بنسبة تعويض يومي قد تقدر ب100%، ولا يتم تقليص هذه المدة حتى وإن تم وضع المولود قبل التاريخ المتوقع للولادة. كما يمكن بدء عطلة الأمومة ب42 يوما على الأقل من التاريخ المتوقع للوضع، وفي حالة تعذر على الأم استئناف العمل بعد انقضاء عطلة 150 يوما بسبب إصابة المولود بإعاقة أو تشوه خلقي أو مرض خطير يتطلب مرافقة إلزامية أو تدخلا طبيا، يمكن للأم التقدم بطلب تمديد عطلة الأمومة لمدة 50 يوما إضافية بنسبة تعويض يومي تقدر ب100%. في إطار حرصها على الشفافية والتواصل مع المواطنين، أصدرت مديرية الصحة والسكان لولاية شلف ليلة أمس بيانا توضيحيا بشأن حادثة الطفل الذي ابتلع قطعة نقدية، وهي الحادثة التي أثارت جدلا واسعا بعد انتشار مقطع فيديو من داخل سيارة الإسعاف عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفي تفاصيل، أوضحت المديرية أن الطفل المولود سنة 2019 تم استقباله يوم الخميس 31 من جويلية بمصلحة الاستعجالات بمستشفى الشطية مرفوقا بوالده، حيث خضع للفحوصات والتحاليل الطبية. ونظرا لعدم توفر منوبة في اختصاص الأنف والحنجرة والأذن، تقرر تحويله إلى مستشفى متخصص بولاية البليدة وفقا للبروتوكولات الطبية المعمول بها. لكن وأثناء النقل، حسب بيان مديرية الصحة لولاية شلف، تعرضت سيارة الإسعاف إلى عطل مفاجئ على مستوى الطريق السيار شرق غرب بمنطقة خميس مليانة، مما استدعى تدخل مصالح الحماية المدنية التي استكملت عملية الإجلاء نحو مستشفى خميس مليانة. وبعد الفحص الطبي تبين أن القطعة النقدية قد نزلت إلى المعدة وزال الخطر حسب الطبيبة المناوبة، ليتم لاحقا إعادة الطفل إلى المؤسسة الصحية الأصلية أي الشطية في سيارة إسعاف أخرى حوالي الساعة 10 ليلا. مديرية الصحة لولاية شلف استنكرت في بيان لها عملية التصوير التي قام بها مرافق والطفل من داخل سيارة الإسعاف، ووصفتها بالفعل غير القانوني الذي ينتهك خصوصية العمل الطبي ويعرض حياة المرضى للخطر، مؤكدة أن الفعل يعرض صاحبه للمساءلة القانونية. وختمت المديرية بيانها بالتأكيد على أن صحة المواطن تبقى أولويتها القصوى، مثمنة جهود الطواقم الطبية والحماية المدنية، داعية المواطنين إلى احترام عمل الفرق الصحية وعدم عرقلته. في خبر آخر، دعا مدير النشاط الاجتماعي لولاية شلف السيد كمال بلرجم أولياء التلاميذ الذين لم يستفيدوا من منحة التمدرس التي شملت إلى غاية الآن 113 ألف مستفيد، دعاهم إلى إيداع الطعون مرفوقة بإثباتات أحقية الحصول على هذه المنحة، وذلك على مستوى مكتب الشؤون الاجتماعية بالبلديات. السيد كمال بلرجم مدير النشاط الاجتماعي لولاية شلف حاورته لطيفة بوبياضة.
الحمد لله تم صب المنحة الخاصة بولاية شلف، المنحة لفائدة 113 ألف مستفيد. هذا العدد يعني يعتبر عدد كبير. بعد هذه المرحلة هي مرحلة إيداع الطعون على مستوى بلديات في المصلحة الاجتماعية. المكلف بتسيير المنحة الجزافية للتضامن يروح مباشرة يضع الطعن تاعو على المستوى مع ملف الإثبات أنه يعني يستحق حقيقة هذه المنحة، لأنه كان هناك لجنة يعني راح تكون لجنة إضافية، وين إن شاء الله راح نضيف جميع الناس اللي لديهم الحق في هذه المنحة، ولكن الذين أودعوا ملفاتهم يعني في المرحلة الأولى. 7 دقائق بعد 11 صباحا، أخبارنا متواصلة معكم مباشرة من الإذاعة الجزائرية من شلف. أصيب 8 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع ليلة أمس في حدود الساعة 2:42 بمنطقة ولاد عين الناس ببلدية عين مران. وأفادت الحماية المدنية بأن الحادث تمثل في اصطدام ما بين حافلة من نوع تويوتا وسيارة خفيفة، خلف الحادث إصابة 8 أشخاص بكسور وجروح كانوا على متن السيارة، وتم إسعافهم وإجلاؤهم إلى المصالح الاستشفائية لذات البلدية مع تسجيل خسائر مادية للمركبتين. إلى ذلك تتواصل لليوم الثاني على التوالي الحملة التحسيسية والتوعوية حول مخاطر حوادث المرور والغرق في الشواطئ والمسطحات المائية وحرائق الغابات ومكافحة المخدرات التي تشرف عليها مصالح والحماية المدنية، حيث من المنتظر أن تشهد بعض المساجد بولاية شلف اليوم مداخلات حول الموضوع بإشراف من المقدم رابح بن محي الدين ممثل المديرية العامة للحماية المدنية وعضو بالمندوبية الوطنية للسلامة المرورية. نستمع إلى المقدم رابح بن محي الدين، تحدث إلى الزميل نبيل صحراوي. كيف تم اختيار المسجد نجد كل الشرائح موجودة. أحيانا مسجد ربما يحتوي على 10,000 أو 12,000 مصلي في نفس الوقت، وحتى أنه لغة المساجد ما هيش لغة المدارس. وجدنا بالمقارنة مع الساحات العمومية وجدنا أنه غرس الثقافة في المساجد جابت نتيجة كبيرة جدا. أيضا الهدف تاعنا أننا اليوم أننا المؤسسات هذه تسعى لغرس هذه الثقافة، ربما نتجه للعامل في المعمل تاعو، نتجه للمتمدرس داخل المدرسة تاعو لأجل التحسيس والتوعية. غرس ثقافة الوقاية، ثقافة الأمن لدى أكبر شريحة من المجتمع الجزائري. هذه الوقاية تتمثل في الوقاية من حول الطرقات، الوقاية من مكافحة حرائق الغابات، أيضا الشواطئ، وأيضا دفع عن المخدرات. يكون عندنا أيضا نشاط داخل مسجد من مساجد الولاية اللي راح نتحدثوا عن كيفية مواجهة أو كيفية غرس هذه الثقافة، وكيفية أنه مساعدة المواطن الكريم في الوقاية من هذه المخاطر. المقدم رابح بن محي الدين ممثل المديرية العامة للحماية المدنية وعضو بالمندوبية الوطنية للسلامة المرورية، تحدث إلى الزميل نبيل صحراوي. في موضوع آخر، وفي ظل تزايد حالة التسمم الغذائي خلال فصل الصيف وتزامنا مع الإقبال الكبير على محلات الإطعام والحلويات، يطرح السؤال حول مدى التزام هذه المحلات بشروط النظافة والسلامة الصحية. في هذا الربورتاج الذي أعده مراسل الإذاعة من بني حواء سفيان عروبي نتعرف على كيفية عمل اللجان البلدية للمراقبة ومدى التزام أصحاب هذه المحلات، لا سيما محلات بيع الحلويات، بهذه الشروط. حسين صاحب محل لبيع الحلويات والمرطبات بوسط مدينة بني حواء يحرص على الحفاظ على صحة المستهلكين لأن سمعة محله من الأولويات، وذلك باتباع إجراءات صارمة في النظافة والتعقيم، كما يحرص على توفير شروط التبريد والتهوية بشكل كافي. لتجنب ترك أي مجال للشك يقوم حسين بتحضير الحلويات التي يمكن بيعها في اليوم ذاته متجنبا تركها لليوم الموالي، كما يستغني عن مادة البيض في فترة الصيف، خاصة كونها من المواد التي يمكن أن تسبب تلف وفساد الحلويات. كل هذا جعل من محله يسجل 0 حادثة ولم تسجل فيه أي حالة من حالات التسمم طيلة سنوات العمل. أنا اللي كلام سواء صيف سواء شتاء نيفيتي كاع الصوالح تاع البيض، اللي كلام نخدم بلا بيض، والتجربة عندي بزاف اللي نخدم كيما هكا والحمد لله يا ربي. أهم الأمور الحاجة الأولى ما نخدمش صوالح في الليل
باش نيفيتي التسمم. ما نخدمش كونتيتي بزاف. مثلا كاين بعض الناس على بالو بلي هو مريض، عطالو طبيب قال له ايفيتي سوا تاع كاطو. كاين اللي يروح يخليها عنده لا فريغو لا والو، كاين اللي يديها يخليها في طوموبيل مقابل الشمس ما على بالوش. وتقوم اللجان المكلفة بمراقبة وتفتيش المحلات التجارية خاصة ما يتعلق بالمطاعم والمقاهي ومحلات المواد الغذائية بدورات تفتيشية دورية، حيث عمدت اللجنة المكلفة بهذا الأمر إلى تسطير برنامج خاص في فصل الصيف. السيد علي باكير رئيس لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة ببلدية بني حوى: على فصل الصيف قمنا بتكثيف الخرجات الميدانية والتفتيشية لهذه المحلات المستهدفة، محلات التجارية، محلات الإطعام السريع ومحل المقاهي وإلى هذه الأمور. الخرجات الميدانية اللي نقوم بها خاصة في الشواطئ باحترام قواعد النظافة عند تحضير الأغذية، خاصة احترام سلسلة التبريد. وبالإضافة للخرجات التحسيسية والتوعوية التي تقوم بها المصالح المختصة، ينصح المختصون بتجنب اقتناء المواد الغذائية خاصة الأطعمة من المحلات التي لا تحترم الشروط المناسبة للوقاية من التسممات الغذائية، خاصة وأن فصل الصيف يعرف في مثل هذه الأماكن ظهور ما يعرف بتجار مواسم الاصطياف الذين قد يعرضون منتجاتهم بنية جلب الزبائن دون مراعاة صحة المستهلكين. من بني حواء، سفيان عروبين للإذاعة الجزائرية، محطة شلف. نواصل هذه النشرة من بلدية توغريت، حيث نظمت مصالح البلدية أمس حفلا تكريميا على شرف المتفوقين في شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا بحضور السلطات المحلية وعائلات التلاميذ، حيث تم تسليم شهادات وهدايا للتلاميذ المتفوقين وسط فرحة كبيرة لديهم. الزميل نبيل صحراوي رصد هذه الانطباعات. أنا الطالبة بيبو خولة المتحصلة على المرتبة الأولى ولائيا ولاية شلف بمعدل 19.17، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية توغريت، بحيث ساهم في تكريم التلاميذ المتفوقين في شهادتي التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة جوان 2025. كان حقا حفلا بهيجا جدا، بحيث قام بأيضا تكريم الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، أصحاب الإعاقة البصرية أو السمعية وحتى الحركية. طالبة خضر لخولة من ثانوية عنقري عائشة المتحصلة على معدل 12.26، وأنا من ذوي الاحتياجات الخاصة لدي إعاقة بصرية. أشكر رئيس المجلس الشعبي البلدي وكذلك كل من ساهم في الحفل الذي خصص لتكريم الطلبة الناجحين سواء في شهادة التعليم المتوسط أو شهادة التعليم الثانوي. الحفل والتكريم يأتي في سياق تشجيع وتحفيز التلاميذ المتفوقين وتقديرا لمجهوداتهم المبذولة، وهو ما يتحدث عنه السيد عيسى رازم رئيس بلدية توغريت. ارتأت بلدية توغريت لتنظيم حفل تكريمي على المتفوقين في شهادتي التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة جوان 2025. كما جرت العادة تفضلنا اليوم بتكريم هذا الطلاب المتفوقين، نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق الدراسات العليا. كما لا يفوتني الشكر، أنا أشكر كل من ساهم في إنجاح هذا الحفل البهيج الذي أقيم هنا بمقر البلدية. كما لا يفوتني الفرصة أن نشكر كل طاقم مؤسساتهم من مدراء وإداريين وحتى تربويين وحتى عمال مهنيين. كما نشكر كل السلطات الأمنية والمدنية على حضور هذا الحفل، واللي سهرت هي كذلك في إنجاح امتحانات شهادة التعليم النهائية. كما نشكر آباء وأولياء الطلبة المتفوقين. مرة أخرى نشكر كل الجمعيات المساهمة في هذه الحفل، وعلى رأسهم جمعية المكفوفين ببلدية توغريت. 15 دقيقة بعد 11 صباحا إلى المحطة الرياضية الآن، حيث حصد الفريق المدرسي للجمباز الفني في المنافسات التي أسدل عليها الستار يوم أمس الخميس بالقاعة متعددة الرياضات برشاش محمد بالقاسم بمدينة قسنطينة، ما مجموعه 22 ميدالية منها 10 ذهبية، وذلك ضمن الطبعة الأولى للألعاب الإفريقية المدرسية 2025 الجارية بالجزائر من 26 جويلية إلى غاية 5
سيئوت بولايات عنابة، قسنطينة، سطيف وسكيكدا. وأحرزت فئة الذكور ما مجموعه 14 ميدالية، منها 7 ذهبية و6 فضية وبرونزية واحدة، في حين حققت الجمبازيات الإناث 8 ميداليات، منها 3 ذهبيات وفضيتان 2 و3 برونزيات. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نختم النشر. إليكم قراءة ثانية للعناوين. بعد تداول مقطع فيديو من داخل سيارة الإسعاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مديرية الصحة لولاية شلف تصدر بيانا توضح فيه تفاصيل التكفل بحالة الطفل الذي ابتلع قطعة نقدية، وتستنكر عملية التصوير والنشر وتصفها بانتهاك خصوصية العمل الطبي. بعد صب منحة التمدرس لفائدة أكثر من 113 تلميذا، مدير النشاط الاجتماعي لولاية شلف يدعو إلى إيداع الطعون مدعمة بالوثائق الثبوتية على مستوى البلديات. من أجل استهداف أكبر شريحة من المجتمع، الحماية المدنية تلجأ إلى المساجد لتقديم دروس ومداخلات تحسيسية حول أخطار حوادث المرور، الغرق في البحر والمسطحات المائية، حرائق الغابات والمخدرات. تقديرا وتثمينا للنتائج المحققة، مصالح بلدية توغريت تقيم حفلا تكريميا على شرف المتفوقين في شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا. بالرياضة، تواصل الألعاب الإفريقية المدرسية بالجزائر، والفريق المدرسي للجمباز الفني يحصد 22 ميدالية، منها 10 ذهبية. كانت هذه سيداتي سادتي النشرة الإخبارية الأولى لنهار اليوم، قدمها لكم أبو جمعة مامون مباشرة من الإذاعة الجزائرية من شلف. ألقاكم في الثانية زوالا والنشرة الثانية الناطقة باللغة الأمازيغية. شكرا لكم على المتابعة. تقبلوا تحيات حفيظة دلال في الإخراج الرقمي وبوزيد بالعباس في الهندسة الإذاعية. إلى اللقاء.